بسم الله الرحمن الرحيم. عنوان هذه الحلقة: كيف يكون لنا الإسهام الحقيقي في دراسة الحروب الصليبية؟ طبعا ليس معنى هذا إطلاقا أنه لا توجد إسهامات ممتازة لأساتذة أفاضل. أنا على المستوى الشخصي أنا تلميذ العلامة سيد عاشور، وطبعا أستاذنا الدكتور محمود إسماعيل. الدراسات الغربية بصراحة عن الحروب الصليبية التي بدأت أكاديميا من فرنسا وتوالد الدراسات الإنجليز والألمان والأمريكان بعد هذا، تفتقد النظرية، تتناول الأحداث وليس الحل في الأحداث. كتب الكرونيكلز الحوليات مليئة بالأحداث، إنما الحل في تفسير هذه الظاهرة التاريخية الضخمة التي لا تزال مستمرة. أنت أمام ظاهرة مستمرة، وهذا معناه أنها ظاهرة خطيرة، أنها تتلون وتتعايش مع الظروف، وبالتالي نحن في أشد الحاجة إلى نظرية جديدة لتفسير الحروب الصليبية. كيف تفسر؟ في تقدير متواضع من عدة زوايا، وأنا أدعو الباحثين في مصر والعالم العربي إلى التفكير في إسراء هذه الزاوية. واحد، الأهداف المعلنة والأهداف المستترة. المعلن شيء والمستتر شيء. كيف نرصد هذا من المسار التاريخي للحركة؟ تقول أشياء وتعمل أشياء أخرى. ومن الأهداف المستترة ما تم تحقيقه بعد قرن كامل من ميلاد الحركة 2204. أمر واضح للغاية: إسقاط كنيسة قسطنطين وجعلها تابعة لكنيسة روما التي أسسها القديس بطرس، صخرة المسيح التي بنى عليها كنيسته. ثم صراع البحر والنهر. البحر المتوسط هي ظاهرة بحر متوسطية قامت من فرنسا التي الحروب الصليبية. والنهر، أنت لديك نهر العاصي ودجلة والفرات ونهر النيل، شبكة أنهار تجمع ظاهرة الشمسراق، مصر وبلاد الشام والعراق. هذه الأنهار ما أهميتها؟ كثافات سكانية فيها، إمكانات زراعية واقتصادية ضخمة فيها. الصليبيون كانوا يلهثون وراء الأنهار بشكل كبير. فمن هذه المدن وهذه المناطق قامت حرب الإسلام كي تواجه هؤلاء الغزاة الذين قدموا البحر. صراع البحر والنهر، هذه زاوية مهمة للغاية. طبعا لديك المدرسة الفرنسية، مدرسة الحوليات الفرنسية بقيادة برودويل، نظر الحروب الصليبية أن هي نظر التاريخ بصفة عامة البحر المتوسط، لكن القضية ليست كذا. هذا هو التشالنج، التحدي. الاستجابة استجابة نهرية. هذه خاصة أن هذه الأنهار كانت مهدا لحضارات ديبلي روتد. أنت تتكلم عن حضارة العراق، الحضارة المصرية، حضارة بلاد الشام. هذه مناطق متجذرة في الحضارة. فأتى الصليبيون، فهذه الإسفنجة الجغرافية والتاريخية امتصت الغزاة إلى أن طردتهم. فهي صراع البحر والنهر. هذه نقطة مهمة الآن. ثم العنصر الثالث، الحروب الصليبية، صراع حضارتين. بصراحة كفانا من فكرة أن الغرب كان بلا حضارة، هذا كلام لا يعقل. وفكرة عصور الظلام، مع احترامي للجميع، لا يوجد شيء اسمه عصور الظلام. هذه فكرة كان لنا أستاذ فاضل متخصص في اللغة اللاتينية، وكان يتحدث معنا عن العصور الوسطى، مئة العصور الوسطى. فسأل مرة ما العصور، أحد طالب مبتعث إلى مصر قال عصور الظلام، فالرجل يكاد يجن، وكلامه صحيح. لا يوجد شيء اسمه عصور الظلام. أوروبا بعد انهيار الإمبراطورية الرومانية 576 على يد إدواكر قائد الجرماني ونهاية حكم رومولوس وبوستولوس وتوزع الجرمان القوط الشرقيين في إيطاليا القوط الغربيين
في اسبانيا، الوندال في شمال افريقيا، فرنجة فرنسا، تركيبة جديدة. وصارت مسيرتها. طبعا بيزنطة كانت أكثر حضارة. من القرن 12 الهوة بين الغرب الأوروبي وبيزنطة بدأت تضيق، لكن مقارنة بالحضارة الإسلامية في فارق شاسع. لكن فكرة أنهم بلا حضارة هذا كلام يخاطب عقولنا كي نتصور أن الحضارة الإسلامية فقط. هذا كلام غير علمي. فكرة فقط هذه لا يعرفها التاريخ. لكنها الحضارة الإسلامية كانت حضارة عظيمة أعطت العالم دون أن نقع في شيفونية معينة. فأنت لديك نظام إقطاعي، لديك نظام اقتصادي واجتماعي، لديك مؤسسات دينية، البابوية والرهبنة ورجال الكنيسة، ولديك أسرات حاكمة، الأسرة الكبير فرنسا وشتافن، لديك حضارة ما. أتى الصليبيون إلى المنطقة، هزموا المسلمين عسكريا وسياسيا في البداية، لكن فيما بعد هزموا بالحضارة، دخلوا منطقة حضارية. فصراع حضارتين، انتصرت الحضارة الإسلامية بدليل تعلموا ثم عادوا إلى أوروبا فتغيرت أوروبا، وحدث لقاء بين الفروسية الإسلامية سورة صلاح الدين والفروسية الغربية في سورة ريتشارد ليونهارت. فالصراع حضارتين. هذه نقطة رئيسية علينا أن ندرك هذه القضية. وفكرة القوة الناعمة السوفت باور. جوزيف ناي هذا العالم الفاضل في جامعة هارفارد في متخصص في البوليتكس يقول لك القوة الناعمة كل إن أمريكا ليست قوتها في حاملات الطائرات والجيوش الضخمة، إنما القوة الناعمة الأمريكان ستايل أوف لايف، الأوسكار، الأمريكان موفي، مارلين مونرو، إلفيس بريسلي، الأسلوب الحياة الأمريكية التي ينبهر بها أجيال من الشباب، الجامعات الأمريكية الضخمة، المكتبات الضخمة، إمكانات اقتصادية جبارة، أكبر اقتصاد في العالم، دخل سنوي 28 تريليون دولار سنويا، اتحاد 50 ولاية، موقع جغرافي عبقري، المحيط الأطلنطي، المحيط هذه كل هذا تنوع جغرافي وزراعي واقتصادي ضخم للغاية، وبوتقة انصهار. الاتحاد السوفيتي لم يتمكن من خلق بوتقة انصهار، أمريكا كانت بوتقة انصهار دون تصور الإعجاب بالنموذج الأمريكي. القوة الناعمة كانت لدى المسلمين من خلال مئات المدارس والكتاتيب والمساجد وحركة علمية ومؤلفات. لديك ابن الأثير، ابن شداد، ابن عساكر، أبو شمع، كل هؤلاء مثلوا الريسبونس، الاستجابة الإسلامية. فبصراحة علينا أن نساهم في جزئية نظرية جديدة لتفسير الحروب الصليبية، ولا نلهث وراء الأحداث ما أكثرها. ما وراء الأحداث؟ هذا هو السؤال. يعني نريد أن نبحث فيما وراء ما ذكرته كتب الحوليات، وبالتالي يكون لنا الإسلام الحقيقي. هذا أمر لم تفعله المدرسة الفرنسية التي وقعت في محظور الشيفونية الوطنية، وتصور أن فرنسا لها دور حضاري في وهم المويناج. أنا قلت من قبل لا يوجد شيء اسمه مويناج، لا يوجد شيء اسمه ميدل ايجز، إنما التاريخ نهر. ودراسة الحروب الصليبية كظاهرة استعمار، حركة الاستعمار الممتدة المستمرة، هذه نقطة رئيسية. فبالفعل هذه جزئية البحث عن نظرية جديدة تفسر لنا الحروب الصليبية. وهذه النظرية موزعة جزئيا على نظريات السيادة العالمية لمن يدرس جغرافيا سياسية، نظرية مهان في السيادة البحرية، وماكندر وهارتلاند قلب العالم. ففعلا أنا أتمنى من يسعى إلى البحث في هذه الجزئية. وأنت تلاحظ أيضا من مظاهرها ثلاثية تاريخ الصليبيين، وعددت الثلاث حلقات هذه حرب الحج التجارة. هذه عناصر رئيسية، الحرب، الحج التجارة، كيان محارب. الكيانات المحاربة في التاريخ لا تستطيع الاستمرار. المثال الواضح أثينا وسبارتا. سبارتا كانت معروفة بنشاطها الحربي، أثينا الثقافة والفكر والفلسفة. من الذي استمر؟ أثينا.
فالكيان الغازي المحارب الذي لا يستطيع الاندماج مع الآخرين بيقتل من الداخل. لا نستطيع أن نصف التوسعات الإسلامية أنها military invasions only. لماذا؟ لأن العرب خرجوا من الجزيرة العربية، اندمجوا مع السكان الأصليين واندمجوا معهم وامتزجوا معهم، وانتشر الإسلام واللغة العربية إلى الآن. فنحن أمام حركة توسع ناجحة، لأن كان لديهم الحضارة. الصليبيون ليست لديهم حضارة تحضر مناطق أصلا متحضرة بعمق. هذا هو الفارق. والحج والتجارة، التجارة دي شغلانة، أن لست في حاجة إلى تكرار ما ذكرته في 3 حلقات. فالحرب والحج مثلث في غاية. ودعوت في حلقة سابقة إلى أن يكون هناك باحث واعي يملك التولز ولا يقع في سرد الإيفنتس الأحداث، إنما بانوراميك فيجن، رؤية بانورامية ثلاثية تاريخ الصليبيين، الحرب الحجة، مع تقديري لمؤرخ الغرب وليست نرجسية ولا شيء. الغرب يقدم لك أحداث. انظر إلى قناة الجزيرة الوثائقية، مجموعة من المؤرخين المصريين والفلسطينيين واللبنانيين والأردنيين وزملاء أفاضل، ومؤرخ من فرنسا ومؤرخ من إنجلترا. وانظر إلى أستاذتنا زبيدة عطا، أستاذتنا عفاف صبرا، أستاذنا إسحاق بيت، أستاذنا محمود سعيد عمران وسعيد البشاب، مجموعة من المؤرخين الأفاضل. المؤرخين الغربيين لا زالوا في السردية إياها، بطرس الناسف وأوربان الثاني وراح وجه. ليس هذا هو تاريخ الحرب الصليبية. تاريخ الحرب الصليبية البحث ما وراء الأحداث، كيف حدثت هذه الظاهرة التي هي بداية لظاهرة مستمرة إلى 2025. هذا هو البحث. إذا تمكن الباحثون في مصر والعالم العربي من تعميق فكرة البحث عن نظرية حقيقية لتفسير الحروب الصليبية كتشالنج وكريسبونس من جانب المسلمين، عندئذ يكون الإسلام الحقيقي، على ألا نقع في دائرة السد. ما هو في أكثر من الحوليات، كتب الحوليات ما أكثرها. ففعلا هذه نقطة مهمة للغاية. شكرا جزيلا.